waxaan waraysi kula yeelanay xafiiska ay magaalada Hargeysa ku leeyihiin jaaliyadda ku dhaqan magaalada Hargeysa ee Yemen Community ama bulshada reer Yemeneed ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa. Waraysigan oo aan kaga waraysanay xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee Yemenka ah, waxaanu nooga warramay xaaladda iyo duruufaha kala duwan ee ay ku nool yihiin iyo sida ay shacabka reer Somaliland iyo xukuumadduba u qaabileen bulshada Yemen Community ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa. Waraysigan oo aan doonayno in waraysigan aan uga yeelano dhinacyo kala duwan oo la xiriira nolosha Somaliland sida ay u nool yihiin jaaliyadda reer Yemeneed guud ahaan deegaanada kala duwan ee Somaliland iyo baahiyaadka gaarka ah ay qabaan iyo waxyaabaha ay uga baahan yihiin Somaliland haddii ay jiraan baahiyo gaar mas'uuliyad ka tirsan Yemen Community oo aan maanta kusoo booqanay xafiiska ay ku leeyihiin caasimadda magaalada Hargeysa. ugu horreyn waxaan ku leeyahay kusoo dhawow warbaahinta jamhuuriyadda Somaliland. su-aasha koowaad ee ku weydiinayana waxa weeyaan bal waxaad nooga warantaa xaaladda ay ku sugan yihiin jaaliyadda ku dhaqan guud ahaan deegaanada kala duwan ee Somaliland. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عمار محمد ناقي، المسؤول التجاري للجالية اليمنية. نرحب بكم أجمل ترحيب وشكرا لكم على زيارتنا. الجالية اليمنية طبعا تعيش في جمهورية صوماليلاند كأي فرد من أفراد شعب جمهورية صوماليلاند. نحن نعيش طبعا بكامل الحرية، نتنقل بين المحافظات، شعب ودولة ومؤسسات وأفراد يعاملونا معاملات كأننا فرد من أفراد شعب صوماليلاند. ما نشعر كأننا في خارج بلدنا، كأننا في بلدنا. فهذا فضل من الله عز وجل أولا، فضل كبير من دولة وشعب جمهورية صوماليلاند. su-aasha labaad ee weydiinayo mas'uulka ka tirsan jaaliyadda Yemen Community. su-aasha labaad ee weydiinaya waxa weeyaan ka waran soo dhaweynta iyo qaabilitaanka ay idinku qaabileen ka dowlad ahaan dowladda Somaliland jaaliyadda Yemen Community. كاستقبال دولة وشعب صوماليلاند لليمنيين، طبعا اليمنيين الموجودين داخل صوماليلاند هم يعتبروا فصيلين، مستثمرين ورجال أعمال وتجار ولاجئين من الحرب طبعا كل العالم تقريبا وقف عائق أمام اليمنيين وأمام دخول اليمنيين ما عدا جمهورية صوماليلاند. يعني جمهورية صوماليلاند من بداية الأحداث من 4 سنوات 5 سنوات وهي فاتح كل الأبواب لليمنيين على كل المستويات، على مستوى الأفراد، على مستوى التجار، على مستوى المستثمرين. يعني يعجز الكلمات عن شكر والتقدير للدولة، لرئيس الجمهورية، لرئيس مجلس النواب، لوزير الدفاع، الدولة بشكل عام. نشكرهم من أعماق قلوبنا، فتحوا لنا كل المجال. المستثمر اليمني داخل صوماليلاند كأنه مستثمر صومالي، متاح له كل الإمكانيات. يعني نفس القصة عند اللاجئ أو اليمني داخل صوماليلاند يتحرك على مستوى جمهورية صوماليلاند، ما حد يسأله فين رايح، من أين جيت، من بالأخير أنت يمني، أنت في بلدك. فنشكرهم شكر نعجز عن التعبير عن الشكر الذي نريد أن نشكرهم فيه. فلهم منا كل الشكر والتقدير دولة وشعبا، ونسأل الله عز وجل أنه نحن كيمنيين نقدر نرد لهم الجميل الذي أعطوه لنا بإذن الله عز وجل. su-aasha ugu dambaysa ee mas-uulka weydiinaya waxay tahay baahiyaadka jaaliyadda Yemen Community ee ku dhaqan Somaliland ma jiraan baaq ay u dirayaan xukuumadda Somaliland ama shacabka ku dhaqan guud ahaan Somaliland. بخصوص الرسالة التي نحب نوجهها لشعب صوماليلاند، طبعا
الشعب اليمني وشعب صومالي لاند عندهم علاقات قوية متينة من زمان، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسالة اللي نحب نوجهها لهم: نشكر شعب صومال لاند على حسن الاستقبال، ونشكرهم من أعماق قلوبنا على هذا الاستقبال الحافل الذي منه اليمنيين في جمهورية صومال لاند. طبعا نشكر الحكومة ممثلة برئيس الجمهورية، نشكر وزير الداخلية، نشكر وزير المالية، نشكر كل الحكومة بشكل عام، ونشكر الشعب بشكل عام على هذا الاستقبال. ونسأل الله العلي القدير رب العرش الكريم أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا، وأن لا يصيبه مكروه أبدا بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يبقي هذا الأمن والأمان الذي يعيشونه في هذا البلد. يعني نحن عايشين في أمن وأمان، لا يعرف قيمة الأمن والأمان إلا من فقد هذا الأمن. فنحن كيمنيين فقدنا هذا الأمن ووجدناه في هذه الدولة، في هذه الجمهورية، جمهورية صومال لاند، أمن وأمان لا يوجد تقريبا في أي دولة أخرى. فلهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام، ونسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويحفظ العلاقات العامة في الجالية اليمنية. نشكركم لزيارتنا إلى مقرنا في الجالية اليمنية في هرجيسة صوماليا لاند. نداء رسالة شكر للشعب والرئيس وحكومة صوماليا لاند. يعني لا توجد لدينا مطالب كثيرة، موجود بلد الأمن والأمان. المستثمرين اليمنيين الآن أقبلوا على جمهورية صوماليا لاند لأنهم وجدوا الأمن والأمان فيها، وجدوا الأمن والأمان. فإذا وجد الأمن وجد الأمان وجد الاستثمار. فالآن لدينا شريحة كبيرة مستثمرين ورجال أعمال يمنيين، ولدينا مطلب واحد فقط، هو القحنتيين اليمنيين، اللاجئين اليمنيين. احنا نطلب من رئيس وحكومة وشعب صوماليا لاند بأن يتابعوا المنظمات، يتابعوا المنظمات يعني لأوفاء اليمنيين حقوقهم، إعطاء اليمنيين حقوقهم. في يوجد لاجئين لهم سنتين إلى الآن لم يستلموا أي حقوق من المنظمات، وموجودين الآن في هرجيسة لم يستلموا أي شيء. فنطلب ونشكر شعب والرئيس وجمهورية صوماليا لاند الذي استقبلوا اليمنيين وفتحوا قلوبهم وفتحوا بيوتهم لليمنيين، فتحوا بيوتهم واستقبلونا. فنشكرهم وما نقدر نجازيهم، لأنه كثير من الدول لم تستقبل اليمنيين، وأول من فتح لنا بلده هي جمهورية صوماليا لاند. ونعتبر أن نحن حاليا في بلدنا الآخر وبين أخوتنا،
وأكثر ما في البلد هذا أنه طباعهم نفس طباع اليمنيين. هذا كلمتي، وأشكركم ألف شكر، وأشكر فخامة رئيس الجمهورية موسى بيحي عبدي وحكومة وشعب ووزراء، وألف شكر. مصطفى أحمد سمكات، ورباهنتا ستار، مقالة هرقيسة.